كندا كانت أكبر غلطة درتها في حياتي وإيش داني نجي لهاد البلاد. هاد الفكرة غادي تكون جاتك ولو مرة وحدة في حياتك وانت هنا في كندا، وزيد عليها كل شي غالي، الضرائب كتاكل لينا من الفلوس اللي كنخدمو عليها، الخدمة كتيرة ولكن في الأخير ما كيبقى والو. لو كنت بقيت في بلادي كان غادي يكون حسن ليا من هنا. هاد الجمل كنسمعوها بزاف، سواء من عند ناس قراب لينا، من عند صحابنا، من عند الجالية اون جينيرال، وحتى في لي ريزو سوسيو. والمشكل هو انه اول حاجه كنديروها ملي كنسمعوا هاد الهضره وهي اننا كنقلبوا على السبب وما يكونش متعلق بينا. وفي غالب الاحيان ما كيتقال باللي ان المشكل هو كندا، المشكل هو الغوفرنمون، المشكل هو ليكونومي والغلاء ديال المعيشه. وما كيتقالش بان هاد الامور ما عندها حتى شي تاثير، وبالعكس الحياه في كندا ماشي سهله، وكاين بزاف ديال التحديات اللي اي مهاجر كيواجهها وغادي يواجهها. ولكن السؤال اللي بغيت نطرح اليوم هو واش فعلا المشكل كامل كاين في كندا، ولا المشكل متعلق بالطريقة اللي كنشوفوا بها الحياة هنا، الفلوس والفرص. انا المهاجر المستثمر، واليوم جيت باش نهضروا على واحد الموضوع اللي في الغالب ما المهاجرين كيتجنبوا يهضروا فيه. بغينا نشوفوا علاش كاين بزاف ديال المهاجرين اللي من بعد سنوات هنا في كندا مازال ما وصلوش للنتيجة اللي كانوا كيتسناوها. وهادشي ماشي حيت ما خدموش، ماشي حيت ما ضحاوش، بالعكس بزاف منهم خدامين اكثر من اي شخص اخر، كيخدموا ساعات طويلة، كيتحملوا الضغط، كيبنيو حياتهم من الزيرو، وكيديروا تضحيات كبيرة على قبل العائلة والمستقبل. ولكن رغم هاد الشي كامل كاين واحد السؤال اللي خاصنا نجاوبوا عليه: علاش بعض الناس كيقدروا يبنيو ثروة، يستثمروا، يديروا مشاريع ويخلقوا حياة مبدلة، وعلاش ناس اخرين كيبقاو 20 عام، 30 وكتر، ومازال نفس الدائرة كتعاود: خدمة، دي فاكتور، والمساينة ديال لابي. اليوم ما جايش باش نلوم حتى شي حد، وما جايش نقول بان المهاجرين ما كيديروش مجهود. حتى انا براسي مهاجر، وانا عارف شنو معناها تبدا من الزيرو، تبعد على العائلة، تبني حياتك في دولة جديدة، وتواجه تحديات اللي ما كانوش في بلادك. ولكن كاين فرق بين انك تعاني في الاول وهذا طبيعي، وبين انك تبقى سنوات طويلة بنفس العقلية ونفس القرارات ونفس النتائج. وحنا هنا في هذه القناة الهدف ديالنا ماشي غير نعطيو معلومات على الاستثمار ولا على البورصة، الهدف هو اننا نتعلموا كيفاش نفكروا بطريقة مختلفة. حيت قبل ما تبدل الطريقة ديال التعامل ديالك مع فلوسك ولا تبدا الاستثمار، خاصك تبدل الطريقة ديال التفكير ديالك. وقبل ما تبني الثروة خاصك تبني العقلية اللي غادي تخليك تحافظ عليها وتكبرها. واول نقطة غادي نبدا بها وهو كيفاش مجموعة ديال الناس كيهاجروا لكندا فيزيكمون ولكن ما كيهاجروش بعقلهم. يعني ان الانسان كيبدل الدولة اللي هو فيها، كيبدل المدينة، كيبدل الخدمة، وكيبدل حتى المحيط، ولكن في غالب الاحيان ما كيخلي نفس الافكار القديمة، نفس الخوف ونفس الطريقة ديال التفكير كتمشي معاه. وهذا الشيء طبيعي حيت العقلية ديال الانسان كتبنى على سنوات طويلة وعلى تجارب اللي فيه بيان سور العائلة، المجتمع، والظروف اللي تربى فيها. ولكن المشكل هو ان بعض الافكار اللي كانت مناسبة ومزيانة في مكان معين ما كتبقاش بالضرورة مناسبة في مكان جديد. وهنا فين كيبداو المشاكل. ملي كيجي الانسان لكندا في الاول كيكون غالبا مركز على الجانب الخارجي ديال الهجرة، كيفكر كيفاش يلقى خدمة، كيفاش يكري دار، كيفاش يدير الوراق، كيفاش يجيب عائلته، وكيفاش يندمج. وهادشي كامل مهم وما يمكنش نتجاهلوه. ولكن كاين جانب آخر ويمكن هو الأهم على المدى الطويل، وهو الجانب الداخلي، استادير العقلية والمايند سيت، طريقة التفكير، الطريقة اللي كنشوفوا بها الفرص، الطريقة اللي كنشوفوا بها الفلوس، الطريقة اللي كنشوفوا بها المخاطرة والنجاح. حيث ممكن الإنسان يبدل الدولة اللي هو فيها ولكن يبقى عايش بنفس القواعد القديمة اللي تربى عليها. بحال إلا خدينا كمثال المجتمعات ديالنا، كنا تربينا على فكرة معينة ديال النجاح،
انك تقرا مزيان، تلقى خدمه مستقره، تخدم بزاف وما تحبش، تجمع الفلوس، تشري دار وصافي. هذه هي الحياه الناجحه، وما كنحاولوش نتسائلوا واش هاد الطريق هذا هو اللي حنا باغيين. وهنا ما كنقصدش باللي بانه لو فات انك تشري دار وتخدم خدمه مستقره وتكون عائله اهداف ما مزياناش، بالعكس كلها اهداف محترمه. المشكل ماشي في الاختيار، المشكل هو انك دير هذا الاختيار بلا ما تسول راسك واش هذه فعلا الحياه اللي بغيت ولا هذه غير الحياه اللي قالوا لينا خاصنا نعيشو. واحد الحاجه اخرى اللي كنلاحظها حتى هي بزاف، وهي الغياب ديال التحليل ديال الامور بشكل كافي. كنسمعوا شي معلومه كنقبلوها، شي حد قال لينا باللي الاستثمار هو فقط تقمار، كلشي كيقول صحيح. شي حد كيقول خاصك ضروري ما تشري دار، راه هي الاستثمار الحقيقي، الناس كيقولوا صحيح. شي حد كيقول خليك في خدمة مضمونة وما تجرب حتى شي حاجة جديدة، كلشي كيقول صحيح. ولكن السؤال، واش جلسنا وحللنا؟ واش قلبنا على المعلومات؟ واش قارنا؟ واش فهمنا علاش؟ ولا غير قبلنا الفكرة حيت جاية من شخص اللي كنثيقوا فيه؟ وهنا الا ما كانش عندك ليسبري داناليز غادي تقبل جميع الافكار اللي جايه من عند ناس قرابين ليك، ولا كتثق فيهم ولا غير لحقاش سبقوك في الهجره. وبيان سور التجربه ديال الناس اللي سبقونا مهمه، ولكن ماشي بالضروره هي الخريطه المناسبه لحياتنا. واحد الشخص اللي جا لكندا 20 عام هادي عاش ظروف مختلفه، سوق الشغل كان مبدل، لي بري اللي كانوا مختلفين، لي زوبورتونيتي ماشي بحال ديال دابا، والعالم كله تبدل. وهادشي غتقدروا تكونوا لاحظتوه غير من 2020 لدابا، كاين واحد المجموعه ديال الامور اللي تبدلات. ومساله اخرى وهذه غادي تكونوا حتى نتوما لاحظتوها، وهي انه الجاليه قبل ما دير اي قرار كتشوف شنو داروا الاخرين، شنو غادي يقولوا العائله، شنو غادي يقولوا الصحاب، شنو غادي يقولوا لونطوراج ديالهم، بحال هما محتاجين موافقه من عند الناس باش يعيشوا حياتهم. وإلا بغيتي تقرر أي حاجة، بغيتي تبدا مشروع، بغيتي تبدل خدمتك، بغيتي تستثمر، بو امبورت، ماشي عيب أنك تسمع الآراء ديال الناس، ولكن خاصك تكون قادر أنك راسك تقرر، وماشي 100% بناء على الرأي ديالهم. اما الا بنيتي قراراتك على شنو كيقولوا لك الناس، فغادي تولي كتعيش باش ترضيهم ماشي باش تبني الحياة اللي مناسبة ليك. وصراحة كنظن ان هاد القضية مرتبطة بزاف بالخوف. الا كنتي جاي من ظروف اللي كان فيها الامان مهم بزاف، يمكن الانسان تربى على فكرة ان الخطأ خايب وعيب، وان المخاطره معناها انه كل شيء مشى ليك. وهذا نورمال حيت بزاف ديال الناس عاشوا ظروف صعيبه، ولكن المشكله هو انه كنجيبوا معنا ديك الخوف لكندا، كنوصلوا لدوله اخرى فيها فرص بزاف، ولكن العقليه مازال كتقول لنا ما تجربش، خليك في شي حاجه اللي مضمونه. وان رياليتي النجاح ما كيعنيش انك تدخل راسك في شي ريسك اللي بيان سور ماشي كالكولي، ما كيعنيش انك تضرب في الزيرو كلشي اللي خدمتي عليه، ولكن خاصك تكون مستعد انك تتعلم، تجرب وتغلط. وهنا غادي نجيو لواحد النقطة اللي ولات كتشكل واحد النموذج اللي بحال ولا مفروض على الجالية: خدم، جمع، شري دار، تسافر لبلادك مرة في العام وتعاود نفس الشيء. ومره اخرى ما عندي حتى شي مشكل مع هاد الاختيارات، الا كنتي بيان سور انت فرحان بها مزيان، ولكن السؤال هو واش اختاريتيها انت ولا غير مشيتي فيها حيت كلشي كيديرها. والا حليتي عينيك في المجتمع الكندي غادي تلقى بزاف ديال الحاجات مبدله. كاين الناس اللي كيبغيو يديروا دي بيزنس، كاين الناس اللي كيختاروا انهم يسافروا وقت لا ريتريت، كاين الناس اللي باغا تبقى ديما سالاريي وعايشه سامبل، كاين الناس كتصرف ادغواتي اغوش وما كتخلي حتى شي حاجه، وكاين حتى اللي مينيماليست والدولار ما يزهق. واللي كيعجبني في هذه المساله هو انه كل واحد كيختار طريقه، وكل واحد كيفاش كيعيش حياته. وهذا الشيء مهم لينا اننا نردوا ليه البال، لحقاش غادي يعاوننا في الجانب المالي. وهنا غادي تقولوا لي اش جاب الفلوس لطريقه التفكير؟ والجواب هنا سهل: القرارات الماليه هي انعكاس مباشر للطريقه ديال التفكير ديالنا. الا كان اي قرار كيخوفك، فحتى طريقه التعامل ديالك مع فلوسك غادي تبقى ما عندها حتى شي اوبجيكتيف. والا كنتي كتقلب ديما على الراي ديال الناس، غادي دير نفس القرارات اللي كيديروا حتى هما،
وإلا كانوا خاطئين فحتى انت غادي تخطأ معاهم. واللي ما خدمش على العقلية والمايند سيت ديالو صعيب تكون عنده اهداف ماليه وغادي يبقى خدام حياته كلها وكيدور في بلاصتو. وهنا فين غادي نهضر لكم على شنو ممكن نديرو. اول حاجه هو خاصنا نراجعوا الافكار اللي ورثناها. ماشي كل حاجة تعلمناها غلطة، ولكن ماشي أي حاجة خاصها تبقى معنا. خاصنا نسولو راسنا علاش كنآمنو بهاد الفكرة، واش عندها دليل، واش كتخدمني، واش صالحة في البلاصة فين كاينة وفي الوقت اللي عايشين وحنا دابا، واش كتقربني للحياة اللي أنا بغيت. وحاجة أخرى، طريقة ديال التعامل مع الفلوس ماشي كلشي كيعرف ليها. الاستثمار، تفهم الضرائب، العقار، المشاريع، كلشي خاصو معرفة. وفي قناة المهاجر المستثمر غادي تلقاو كلشي اللي غادي تحتاجوه كجالية مقيمة في كندا إلا كنتو مهتمين بمستقبلكم المالي. وفي الأخير بغيتكم تعرفوا باللي ما كنلومش المهاجرين، كنحترم أي واحد قدر ياخد قرار صعيب ويجي يبني حياته من جديد في دولة أخرى. ولكن الفرصة اللي عطاتنا كندا ماشي هي الخدمة، ماشي هي لو صالير، ماشي هو الباسبور. أكبر فرصة هي الحرية ديال أنك تختار وأنك تجرب وتعاود، أنك تبني الحياة اللي انت باغي، ماشي نسخة طبق الأصل ديال الناس اللي دايرين بيك. وهذا الشيء كيحتاج منك انك تفهم باللي الهجرة ما خاصهاش تكون فقط بالجسد، ولكن خاصها تكون حتى بالعقلية. كان معكم المهاجر المستثمر، السلام عليكم.